السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. وصفتنا لنهار اليوم بزاف بنينة وسهلة وما فيهاش مكونات بزاف. مقاديرها راح تكون جد بسيطة غير مكلفة، وراح تكون غير بالمغرف. كما راكو تشوفوا حلوتنا تاع نهار اليوم خرجت بزاف بزاف مقرمشة وتتبسس او ميم طون. وكما راكم تشوفوا انا قطعتها بالموس وراهي تتفتت، جات بزاف هايله. وراح تكون يعني يحبوها ولادكم ان شاء الله. ونتمنى وصفتنا تاع نهار اليوم تعجبكم. راح نروحوا مباشره المكونات الحلوه تاعنا. عندي زوج حبات بيض، عندي خميره، عندي زوج مغارف عفوا تاع سكر غلاس، عندي زوج مغارف كاكاو، عندي زوج مغارف زيت، مع زوج مغارف تاع نشا. هنا راح ندير حوالي 200 غرام تاع مارغرين. راح نضيف صفر حبة بيض مع حبة بيض كاملة. هنا راح ندير حبة بيض كاملة مع صفر حبة بيض. راح نعاودو مع بعض المكونات. عندي 200 غرام مارغرين، زوج مغارف تاع سكر غلاس نجوزهم في السيار، مع زوج حبات بيض، وحدة صفر وحدة كاملة، مع زوج مغارف نشا، زوج مغارف كاكاو، زوج مغارف زيت، مع زوج مغارف صغار تاع النسكافيه. راح نخلط المكونات كامل مع بعض. راح نضيف عليهم زوج مغارف تاع كاكاو، ونزيد النشا كذلك راح نحطه مع المكونات كامل. هنا اللي تحب تستعمل الباتور تستعمل الباتور. انا بما انه عندي المارغرين على درجة حرارة الغرفة، يعني نستعمل يدي برك، مانيش راح نستعمل المارغرين. عفوا مانيش راح نستعمل الباتور. كيما راكم تشوفوا هنايا انا نحرك في المكونات كامل مع بعض، وبعد ما يعني الخليط تاعي نحس باللي هذيك المارغرين بدات تذوب شويه مع هذاك الخليط، راح نضيف عليها الزيت ونبقى نحرك هنا مليح. علاش؟ باش لاباط تاعي ما يخرجش منها هذاك الزيت. مم هي ما فيهاش بزاف الزيت، يعني غير زوج مغارف برك، مي نبقى نحركها مليح ونضيف لها مغرف ممسوحه تاع خميره الحلوى، مع كيما قلت لكم زوج مغارف تاع نسكافي، هذوك المغارف تاع القهوه الصغار. انا هنا حبيت الحلوى تاعي تكون بنكهه النسكافي. الا راكم شفتوا هاد الوصفات الاخيره رانا نديرو فيهم بزاف النسكافي، يعني الوصفات راح تكون نكهه النسكافي راح تتغلب على الوصفات اللي كنا درناهم ان شاء الله. هنا راح نستعمل الفرينه تاعي، راح ندير حوالي 2 كيسان ونص. كيما قلت لكم دائما كل وحده والفرينه تاعها. كاين فرينه تاعو تشرب، يعني ما كيش راح تاكلي كامل 2 كيسان ونص، حوالي راكي راح تاكلي بالك 2 كيسان وزوج مغارف، 2 كيسان حتى لثلث مغارف، يعني ماكسيموم تاع الفرينه تاعك 2 كيسان مضمونين. نص كاس اللي يبقى سوا ديزون يجيوك فيه 2 مغارف، سوا ديزون يجيوك فيه 3 مغارف. انا هنا داولي حوالي 3 مغارف، 3 مغارف ماشي بومبي يعني ممسوحين. نتمنى وصفتنا تاع نهار اليوم تنال اعجابكم. ولا عجبتكم الوصفة كالعادة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد من عندي إن شاء الله. نتمنى وصفاتنا يكونوا في المستوى، وبارطاجيو الوصفة إلى عجبتكم مع صحاباتكم. وإلى سيتوا الوصفة وعجبتكم إن شاء الله تقدروا تتواصلوا معايا على الانستغرام إن شاء الله، وراح نحط كل وحدة يعني الوصفة تاعها عندي في المنتدى هكا باش يشوفوا الناس اللي يجربوا الوصفة كيفاش خرجت لهم. كما راكم تشوفوا أنا هنايا لاباط تاعي كيفاش جاتني بزاف طرية ما تلصقش في اليد. راح نخليها ترتاح مدة 10 إلى 15 دقيقة في بابي فين ولا كيس بلاستيكي، يعني واش راه متوفر عندك في البيت، ماشي اوبليجي ديري كيما راه عندي انايا. ليسونسيال واش كاين متوفر عندك في البيت حطيه. بون انا هنايا راح نبدا نشكل الكريات تاعي. كيما نقول لكم دائما اللي عندها ميزان تستعمل ميزان حوالي 26 غرام في كل حبة فيها 26 غرام.
هنايا أنايا شكّلت كويرات وبسّطتهم شوية برك بيدي، يعني درت العجينة على زوج أشكال. الشكل الأول شكّلته وبسّطته بيدي، والشكل التاني خلّيته كويرات كيما راكم تشوفوا، يعني غير بالإصبع فقط هبّطت هاذيك لا بومب الفوقانية وبسّطتها شوية بيدي، خلّيتها على سمك حوالي 1 سنتيمتر. راح نكمّل بهذه الطريقة ونعمّر السنيوية تاعي، من بعد نشوفوها كامل ونشوفوا طريقة الطهو تاع الحلوى تاعنا. البنات هنايا إن شاء الله وصفتنا تكون عجبتكم، وإن شاء الله تشاهدوا الفيديو للأخير. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش كيما قُلت لكم بارطاج لصحاباتكم هاكا باش تعم الفائدة. نتمنى منكم ربي يعطيكم صحتكم ويطوّل في عمركم ويرزقكم واش راكم حابين إن شاء الله. بعد ما هنايا كمّلت حبّات الحلوى تاعي كيما راكم تشوفوا، راح نديرها على 160 درجة مئوية، راح نطيّبها من التحت ومن بعد نشعلها من الفوق، واللي عندها الفرن تاعها يشعل من الفوق ومن التحت، تشعل الفرن تاعها يعني تنقّص له كامل وتشعله من الفوق والتحت، راح يعطيك نتيجة أحسن. يعني الحلوى تاعك راح تطيب دفعة واحدة، ما تبقايش تشعليها من الفوق وعاودي طيبيها من التحت وعاودي تشعليها من الفوق عفوًا. كيما راكم تشوفوا الحلوى تاعي كيفاش طابت. إلا جاكم هادوك التشققات اللي راكم تشوفوا فيهم عادي، يعني راح يتقلاصاو بالشوكولا. أما بالنسبة لكلاصاج الشوكولا أنا درت كلاصاج الشوكولا 100 غرام شوكولا بالحليب. نتوما تحبوا تستعملوا شوكولا نوار، استعملي شوكولا نوار، يعني قلت لك دايما واش راه متوفر عندك في البيت. مع هذوك الحبيبات تاع التزيين هم يتباعوا بالميزان. مع يعني انا حبيت نزيد لهم هذا الكاوكاو إيفيلي. ونرجع نقول لكم واش راه متوفر عندك في البيت. تحبي كاوكاو مرحي، تحبي أي حاجة، قفريط مرحي، واش كان متوفر عندك في البيت شكلي به الحلوى تاعك. مع السلامة، نتمنى لكم فرجة ممتعة. نختمها دايما بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. دمتم في رعاية الله وحفظه حبيباتي إلى وصفة أخرى. وما تنساوش مرة أخرى البارتاج والجام للقناة. جزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله. نشكركم بزاف بزاف اللي راكم تدعموا فيا.